كل حبايبنا وكل الناس المشتركه عندنا وكل الناس اللي مش مشتركه عندنا. ما تنساش قبل ما تتفرج على الفيديو تخش على القناه باشا مصر او احمد مايكل لتدريب الكلاب الشرسه. كنا منزلين فيديو قبل كده البودره ازاي، ايه البودره اللي تخلي القراده تمشي من الكلب او تبعد عن الحشرات. طبعا مفيش حاجه بتبقى حاجات زي ما جينا قلنا، مفيش حاجه اساسيه. انت بترش مثلا بودره، بتديله حاجه تحت الجلد، بترش مثلا ديزانول، بترش كل دوت بترشه لغايه ما بتلاقي القراده راحت. طيب لا قدر الله كلبي شرب الحاجه دي او لحس الحاجه دي، اعمل ايه؟ ثانيه الا ثانيه ما تفكرش، تعمل ايه؟ على طول هتروح جايب بيضه نيه، هفتح بق الكلب واحطها فيه ونص كوبايه ميه عشان اشربها له. هنا لو كلب لحس اي ماده من المواد اللي بنرشها على الكلاب، ديزانول، بودره سيفين، بودره ميلاسيد، اي نوع حاجه سامه، الكلب لو جه لحسها او شربها هعمل على طول ايه؟ هفتح بق الكلب، اكسر بيضه نيه في بقه ونص كوبايه ميه اشربها له، يفسد معاك السم، وربنا يسترها علينا وعليكم يا رب، وما يجيبش لاي حد حاجه وحشه يا رب. وانتظرونا في فيديو جديد.